مسا مسا على احلى ناس في الكوكب. دلوقتي هنلخص مع بعض فيلم ترون ارياس اللي بيتكلم عن شركة تكنولوجيا بيخترعوا جهاز بيدخل لعالم الاي اي. فبيبدأ فيلمنا بشخص بيتكلم في التلفزيون عن العالم الرقمي والالكترونيات، فبيقولوا انه عالم حقيقي على الرغم انه موجود اصلا بعيد عن العالم الواقعي. وبيكمل كلامه بيقول ان اكواد البرمجة بتتبني زيها زي البيوت والمباني اللي بتكون موجودة في الواقع بالظبط، وان في خلال سنتين هيقدر الانسان يدخل العالم ده بشكل جديد تماما، وكمان الاكواد هتقدر تتجسد وهتطلع على شكل انسان آلي على الارض. بعدها بتظهر تصريحات على شاشة التلفزيون ان رئيس شركة انكم اختفى وما بقاش موجود، وبنعرف ان شركة انكم ديت بتكون خاصة بالعاب الفيديو والبرمجيات بشكل عام. ودلوقتي شركة انكم بتتعرض لأزمة حقيقية بسبب غياب رئيسها، ودي مش اول أزمة اصلا تتعرض ليها الشركة، والموضوع ده حصل في فترة الثمانينات برضو. بنعرف بقى ان في واحدة مبرمجة اسمها ايف هي واختها هيمسكوا الشركة دلوقتي بدل الرئيس المختفي، وبيقولوا ان الصراع بين شركة جوليان وشركة انكم بقى اهدى بكتير قوي في السنين الاخيرة، والشركتين دول قادرين يغيروا نظام البرامج والالكترونيات في العالم كله لو هم اتحدوا سوا. بنروح بقى للعالم الالكتروني او العالم الافتراضي، فبيتكلم انسان آلي اسمه اريس وبيسأل هو مين، وبيكون لسه المبرمج جوليان مفعل اكواده البرمجية. فبيبدأ جوليان يتكلم معاه من خلال الاكواد، وبيقول له انت تعتبر برنامج الامان، وهدفه انه يدافع عن الشبكة بتاعته كلها، وانه كمان المتحكم الرئيسي في النظام. بعدها بقى في الواقع بنروح لإيف اللي مسؤولة عن شركة انكم، فبتكون في مكان جليدي وبتوصل المكان اللي هي بتشتغل فيه مؤقتا. فبتشوف إيف صورتها مع اختها على الحيطة وبتكون متأثرة جدا، فبتشغل الأجهزة وبتظهر صورتها مع اختها على الشاشة برضو، وبتفضل باصة للصورة وبتكون زعلانة جدا. ساعتها بقى إيف بتتفرج على فيديو لاختها اللي بتقول فيه انها شاطرة جدا لانها نفذت كل اللي قالته وانها كانت واثقة فيها، وبتكمل كلامها بتقول انها كانت بتتمنى هما الاتنين يعملوا ده سوا، بس هي فرحانة برضو دلوقتي عشانها وبتحبها جدا، وبتطلب انها تعتبرها معاها حتى لو هي مش شايفاها. وقتها بيدخل مبرمج تاني اسمه ساس، فبتقفل ايف الفيديو بسرعة، ودي بتكون اول مرة يروح لها على المكان دوت، فبيطلب منها ما تعزلش نفسها كده عن كل الناس. فبتقول له ايف انها مشغولة بس الفترة دي في حاجة، فبتطلع اسطوانة وبتحطها في الجهاز وبيظهر اكواد كتيرة قوي. بعدها بقى بنروح لجوليان واللي بيقول ان شركته وشركة انكم اتخانقوا على قيادة العالم لمدة 40 سنة، وعشان شركته تسيطر على المستقبل لازم يتمكنوا قوي من عالم البرمجة، وانهم ممكن يبنوا جسر بين العالم الواقعي والعالم الافتراضي، وان الذكاء الاصطناعي هو بعد كده اللي هيتحكم في العالم، وانه هيقدر كمان انه يروح لهم وهم كمان هيجوا للعالم بتاعه. المهم بقى بيكون في اشخاص كتير جدا حواليه، فبيطلب منهم انهم يلبسوا نظارة الامان. ساعتها بينشط ليزر وبتتفعل برامج كتير قوي، فبتتكون آلة من مجموعة اكواد وبتتشكل على ارض الواقع، فبتبدأ تتحمل من العالم الافتراضي للعالم الواقعي، والآلة دي بتكون ضخمة جدا. فبيقول لهم جوليان ان الآلة قوية قوي وسريعة، وانها ممكن تكسر اي حيطة قدامها عادي جدا، وكمان هي تعتبر افضل من اي سلاح حربي وبتتنفذ في 5 دقايق بس، وانه قادر في المستقبل انه يصنع جندي مش آلاته بس. في اللحظة دي بقى بيخرج منها انسان آلي اللي هو اريس، وبيكون متجسد في العالم الحقيقي، فبيتخض الناس الموجودين جدا وكلهم بيرجعوا لورا. فبيقول لهم جوليان ان ده برنامج الامان، وانه يعتبر اكتر برنامج امان متقدم في العالم كله. بيبدأ بقى اريس وقتها يشوف وشوش الناس اللي قدامه، فبيقول جوليان ان اريس فيه مليارات الاكواد البرمجية، وبيبدأ وقتها يظهر وش اريس ليهم. فبيقول جوليان عن اريس انه سريع جدا وكمان ذكي وقوي، وانه حاصل على براءة الاختراع، ويعتبر جندي مثالي جدا لانه ما بياكلش ولا بيشرب ولا حتى بينام، وانه لو وقع وهو بيحارب هيقدر يعمل واحد بداله بسرعة. فبيسأله واحد من الموجودين ازاي انا هيقدر يتحكم فيه وهو ممكن اصلا يتفوق عليه، فبيطمنه جوليان وبيقول له ان كل الانظمة عليها قيود كتيرة قوي وبيقدر يتحكم فيها، وبيقول انه كمان بيقدر يتوقع هم هيعملوا ايه بالظبط. في نفس اللحظة بقى بيراقب اريس حالة الطقس وبيقول لهم ان الدنيا هتمطر، فبيتكلم جوليان عن جده اللي اسس الشركه اللي هو مسؤول عنها دلوقتي، وبتكون والده جوليان بتراقب كل اللي بيحصل من بعيد. وبعد ما الناس بتمشي بتروح والده جوليان عشان تتكلم مع اريس، وبيقول لها انا عارفك على فكره، وانها كانت ماسكه الشركه لفتره كبيره قوي لحد ما جوليان ابنها هو اللي اخذ مكانها. فبتقول ان الشركه كسبت كتير قوي وقت ما كانت هي ماسكاها، وفي اللحظه دي بيختفي اريس تماما. فبتقول لابنها انها كانت بتتمنى يقدر يجسد الانسان الآلي بتاعه اكتر من 25 دقيقه،
لكنه بيصحح لها المعلومه، بيقول لها على فكره عدى 29 دقيقه. فبتقول له ان المستثمرين لو عرفوا اكيد مش هيكملوا معاهم في المشروع دوت، عشان كده هي فكره مش حلوه خالص. فبيقول لها انه لازم يفوز ويتحكم في المستقبل. فبتقول له انا معجبه جدا بنظرتك للمستقبل، بس المستثمرين مش هيدوا له مهله اكتر من 6 شهور بس، فالمفروض يتاقلم بسرعه ويطور من البرامج بتاعته. وبتحذروا ان لو ده ما حصلش هيخسروا تقريبا كل حاجه، وهيخسروا شركتهم اللي عمرها اكتر من 40 سنه. فبيقول لها انه خلاص ما تشيلش هم لانه لقى الحل. بنرجع بعدها بقى للعالم الافتراضي، وبيرجع أليس للعالم بتاعه من تاني. وفي الوقت ده بتكون ايف لسه بتشتغل وبتدور على اكواد معينه، فبتشغل اسطوانات كتير ولكن برضه ما بتلاقيش اي حاجه. فبتقول لساس انها قاعده في المكان البرد دوت بقالها 3 شهور وتعبت جدا خلاص، لحد ما فجاه بتسمع صوت من الجهاز والاكواد فعلا بتتفعل. فبتفرح جدا وبتقول انها خلاص لقت اللي هي عايزاه، وان اختها كانت مخبيه شفره السبات والخلود، والشفره دي بتخلي البرامج لما تتجسد في الواقع تفضل موجوده مدى الحياه. عشان كده هي خلاص لقت اللي بتدور عليه. بعدها بقى بتصور نفسها فيديو وهي بتفعل الاكواد، فبتتشكل شجره حقيقيه وبيكون عليها فاكهه، وبعدها بتفعل عليها رمز السبات. وبنروح لأريس في العالم الافتراضي، وبيكرر كلام جوليان لما قال ان لو وقع في حرب ممكن يعمل واحد غيره بسهوله، وبتكون قدامه واحده غيره في العالم دوت اسمها أتينا. فبتبدا تساله عن الواقع الحقيقي، فبيقول لها انه مذهل جدا وانه كمان اتكلم مع جوليان ووالدته. ساعتها بقى بتكون ايف في الوقت دوت عند الشجره اللي هي عملتها، وطبعا الشجره ما بتختفيش بسبب تفعيل كود السبات. في نفس الوقت بقى بيتفرج جوليان على التلفزيون وبيشوف الاخبار اللي بتقول ان ايف ما ظهرتش وقت اطلاق اللعبه اللي الشركه بتاعتها صنعتها. فبتدخل عليه والدته، وبيكون جوليان متعصب جدا ومتضايق، وبيقول لها انه بيحاول يغير العالم كله، وانه بيحاول يخترق شركه ايف عشان يلاقي رمز السبات. وبيقول لها ان ايف تقريبا ماشيه على نفس الخطه بتاعت اختها، وانها بتدور على رمز السبات، وانه هيحاول يلاقيه باي شكل من الاشكال. فبتطلب والدته منه ان يوقف كل اللي بيعمله ده لان ده فيه مخاطره كبيره. بس جوليان بيحاول يدخل على السيرفرات بتاعت شركه ايف. بنروح بقى للعالم الافتراضي، وبيكون جوليان مديهم اوامر انهم يخترقوا الانظمه بتاعت شركه ايف، وده عشان يعرفوا من خلالها رمز السبات. والمبرمجين بتوع شركه ايف بيكونوا شايفين الخلل اللي عمال بيحصل في الاجهزه بتاعتهم، لكنهم في نفس الوقت مش عارفين يتصرفوا ازاي. ولسه بقى بنشوف البرامج في العالم الافتراضي بتحاول تهاجم الانظمه بتاعت شركه ايف، وفعلا بيوصلوا للسيرفر بتاعها. فبيفرح جوليان جدا وبيقول على نفسه انه عبقري. فبتبدا والدته تقلق اكتر واكتر، وما بيخترق اريس الانظمه بتاعت شركه ايف بيشوف كل فيديوهاتها وكل حاجه عنها تقريبا. فبيفضل اريس يتفرج كتير قوي على فيديوهاتها، وبيستغرب جوليان ان النظام بتاعه وقف فجاه وما بقاش شغال. بعدها بقى اريس بيحاول يهرب من النظام بتاعهم، بس بتيجي انظمه الحمايه بتاعت شركه ايف وبتهاجمه هو واللي معاه. فبيقعد جوليان بيديهم الاوامر من خلال الاكواد البرمجيه، وفي اللحظه دي سيستم الشركه بيقف خالص. فبيتكلم جوليان من خلال الاكواد مع اريس، وبيطلب منه الملف اللي فيه رمز السبات. فبيقول له انا ما لقيتش اي حاجه. ساعتها بيقول له اريس انه زعلان جدا لان في برنامج كان من ضمن البرامج بتاعتهم خلاص اتحذف منه. فبيستغرب جوليان انه اريس بيحس بحاجه زي البشر، وبيقول له انا متفاجئ جدا بردة فعلك، وبيقول له كمان ان المفروض يحذف اي برنامج لو باظ. المهم بيطلب منه انه يدور على ايف فورا. فبيتكلم واحد شغال في شركه ايف مع جوليان، وبيقول له انه عارف ان هو السبب في كل الهجوم اللي حصل على الانظمه بتاعتهم، وبيهدده كمان انه هيقول للمستثمرين ان البرامج اللي بيعملها ما بتتجسدش اكتر من 29 دقيقه وبس. فبيتعصب جوليان وبينهي المكالمه معاه. وقتها بقى بتكون ايف موجوده مع سيس، وبتكون مبسوطه جدا باللي هم وصلوا له. فبيقول لها ان في رسائل ومكالمات كتير جدا ليها، وبيقول لها كمان على اختراق الانظمه بتاعتهم. فبتقول له انها كده كده خلاص لقت رمز السبات، وانه هيخلي الالات تتجسد 4 ساعات كاملين. فبيعرفها ان جوليان بيدور هو كمان على رمز السبات، وبيحذرها منه، وبيقول لها انه المفروض يسبقوه بخطوات. فبتقول له انها خلاص كده كده هتروح للشركه على طول، لكنها عاوزه تحمي رمز السبات، فهتحاول تخبيه في اي مكان امن. في اللحظه دي بقى بيشوف اريس كل الفيديوهات اللي خدها من انظمه شركه ايف، فبيحاول يعرف هي موجوده فين بالظبط. وبعدها بيعرف جوليان انها توصل المطار في خلال نص ساعه، وبتوصل فعلا ايف وبيكون معاها سيس. فبتطلب منه انه يحمي المعدات اللي معاهم. في نفس اللحظه بقى بيجسد جوليان البرامج وبتكون على شكل انسان آلي، فبيتحركوا في الواقع وبيدوروا على ايف وبيعرفوا مكانها. فبتجري البرامج المتجسده بآلات معينه باقصى سرعه عندهم، فبيقربوا من ايف. وساعتها جوليان بيراقب اللي بيحصل من خلال الشاشه بتاعته. فبيوصل اريس واتينا وبيضربوا عربيه سيس وبتتقسم لنصين، وبيفضل اريس يطارد في ايف. وبعدها بيدخلوا في شوارع متفرقه. فبتحاول ايف انها تهرب، لكنها فجاه بتلاقي ان اريس قدامها، فبتخبط فيه وبيقع من مكان تاني على الارض. بعدها بقى اريس بيختفي تماما. فبتفرح ايف، ولكن فجاه بتجري اتينا عليها بسرعه. فبترجع
فبتركب ايف الآلة بتاعتهم وبعدها بتسوقها بسرعة، بس اتينا بتوصل وبتحاول انها توقفها لكنها ما بتعرفش وبتهرب منها ايف. فبيتضايق جوليان وبعدها بيظهر اريس من تاني، فبيجري ورا ايف اللي بتسوق بسرعة رهيبة. في البداية ايف بتعرف انها تسرقه لكنه بيلحقها وكمان بيخبطها، فبيقعوا هما الاتنين. ساعتها بتقوم ايف وبتحاول تهرب بس هو بيجري وراها، فما بتلاقيش ايف قدامها خالص اي مكان تهرب ليه، فبترمي رمز السبات في المية. وبعدها بيجي لها اريس وبيقول لها انه عاوز شفرة السبات لكنه بيقع على الارض، وبتكون دي نهاية دورة حياته على الارض. بس في طيارة شايفينها بتطير فوق ايف وبتجري اتينا كمان ناحية ايف، بس ساعتها ايف بتكلم اريس وبتقول له انها في نهاية الدورة بتاعته وانه هيرجع للعالم الافتراضي تاني قبل ما ياخد منها حاجة. وفعلا بيختفي بعدها وبتختفي اتينا هي كمان، بس بيدي جوليان امر للطيارة انها تشد ايف وتنقلها للعالم الافتراضي، وفعلا الامر ده بيتنفذ. فبتصوب ناحيتها اشعة ليزر وبتروح ايف للعالم الافتراضي. ساعتها والدة جوليان بتعرف كل اللي حصل وبتلومه، فبتقول له ان الاعلام عرف اللي حصل وانه ما ينفعش يبقى متهور بشدة كده، فبيقول لها ان العالم كده كده هيسامحه لما يشوفوا اللي هو بيعمله. فبتقول له ان الوضع هيخرج عن سيطرته اصلا لو كمل بالطريقة ديت، وانه غلطان اصلا ومش شايف كمان غلطته، وانه ما ينفعش يدمر الشركة بسبب امله في تغيير العالم. المهم بنرجع للعالم الافتراضي من تاني، وبيكون اريس باصص لايف اللي بتتحول لبرنامج معاهم داخل العالم بتاعهم. وفعلا ايف بتتحول لروبوت بيتكون من اكواد برمجية، فبيطلب اريس من البرامج التانية انهم يفحصوا سلامة الامان بتاعة الاكواد ديت. فبتتشكل ايف قدامه وبعدها بياخد نسخة من الاكواد الخاصة بيها فبيحطها في جهاز خاص متصل بيها. ساعتها بتفوق ايف وبتلاقي نفسها في العالم الافتراضي، فبتتخض جدا وبتسأله هي فين، فبيقول لها انها في نظام الشبكة بتاعة جوليان. فبيسألوها عن شفرة السبات اللي هي عارفاها، فبتقول له انها رمتها وكده كده ما بقتش معاها، فبيقول لها ان الشفرة لسه موجودة جواها. وبيدي اريس امر للبرنامج بتاعها ان يطلع اكواد الشفرة منها، فبيقول له البرنامج ان لو خرج الشفرة منها مش هيبقى ليها وجود خالص. فبتقول لهم اتينا انهم يبداوا يستخرجوا منها الشفرة، بس فجأة بيوقفهم اريس وبيبعت رسالة لجوليان وبيقول له انهم لو استخرجوا منها الاكواد الخاصة برمز السبات هي للاسف هتموت. فبيقعد وقتها جوليان يفكر، وبعدها بيدي جوليان امر لاريس عشان ينفذ اوامره ويستخرج منها اكواد رمز السبات. فبيقول له اريس ان كده مش هيبقى ليها وجود سواء في العالم الافتراضي او حتى العالم الحقيقي، فبيطلب منه ينفذ الاوامر وانه ما يتراجعش فيها، وبيقول له انه موجود اصلا عشان ينفذ اوامره بس، وانه هيكون مسؤول عن اي خلل هيحصل. فبيقول له اريس انه خلاص هينفذ. فبيفتكر اريس وقتها كلام ايف وهي بتقول عن نفسها انها قويه وما بتخافش، بس بيقول لاتينا انهم هيأجلوا استخراج الاكواد شويتين. فبيطلب من الروبوت اللي معاه انها تمشي. ساعتها بيتكلم مع ايف وبيسألها هل تقدر تثق فيه، فبتقول له على الاغلب كده مستحيل اثق فيك. المهم بتروح اتينا وبتكلم جوليان وبتبلغه ان اريس لسه ما نفذش الامر بتاعه، فبيقول لها احنا لازم نستخرج الاكواد دي منها بسرعه ويدمروا اريس كمان معاها، فبتقول له انها هتعمل كده. بنرجع بقى تاني لايف وهي بتتكلم مع اريس، فبتقول له انها ما عندهاش ثقه خالص في جوليان لان كل شخص وكل حاجه عنده قابله للاستبدال والتغيير. المهم بتيجي اتينا عشان تخلص على اريس، فبيمسك ايد ايف وبيدافع عنه وعنها، فبتستغرب ايف جدا وبيرمي اريس آلة معاها، فبتتكسر الارض وبيفقد جوليان التواصل معاهم خالص في النظام بتاعه. المهم بتحاول اتينا تدور عليهم في الشبكه وبتطلب من البرامج انهم يدمروا اريس ويجيبوا لها ايف. المهم بيقول اريس لايف انه رفض ينفذ الاوامر بتاعت جوليان، وانها اول ما تخرج من نظام جوليان هترجع انسانه تاني عادي جدا، بس هو محتاج شفره السبات عشان وجوده في العالم الحقيقي مش هيعدي 29 دقيقه. فبتساله هو انت عايز الشفره عشاني فعلا ولا عشان نظام جوليان، فبيأكد لها انه مش عشان جوليان خالص. وفعلا في النهايه بتضطر انها توافق، فبتطلب منه انه يخرجها من النظام وهي هتديله الشفره، وفعلا بيقدروا يخرجوا من النظام قبل ما اشعاع الليزر يوصل لهم. ساعتها بقى جوليان بيعرف كل اللي حصل وبيكون مصدوم ان البرنامج اللي عمله ما نفذش اوامره، عشان كده بيعلن حاله الطوارئ في الشركه. فبتطلع ايف واريس من العالم الافتراضي للشركه عند جوليان، وبيحاول اريس وقتها انه يضرب رجاله جوليان. فبيقول جوليان لايف ان اريس عاوز شفره السبات لنفسه، يعني هو اصلا بينقذها عشان يتحول لانسان حقيقي، بس اريس بياخدها وبعدها بيمشي بسرعه. فبيفضل يندع على جوليان لكنه ما بيسمعش كلامه، فبيهدده جوليان انه خلاص مش هياخد فرصه تانية منه، وان ال 29 دقيقه الجايين هم اخر وقت ليه على الحياه. ساعتها بقى بتسوق ايف بسرعه كبيره جدا وبتكسر الباب وبتخرج، وبيجسد جوليان باقي البرامج
برامج في الواقع. فبيطلب من أثينا إنها ترجع إيف للنظام من تاني، وإنها تعرف كود السبات أو الخلود بأي طريقة ومهما كانت الطريقة ديت. فبيصنع لها آلة ضخمة شوية عشان تساعدها في المهمة، وفعلا أثينا بتركب الآلة دي وبتطير. بيروح بقى جوليان عشان يكلم والدته وبيقول لها إنه مبسوط جدا بالآلة اللي صنعها، فبتضربه والدته على وشه وهي متضايقة جدا، وبعدها بتسيبه وبتمشي. بنشوف بقى إيف وهي بتجري بالعربية وبيكون معاها أريس، وده عشان تروح للمكان اللي فيه شفرة السبات. فبتقول اسم المبرج اللي أسس الشركة بتاعتها، فبيقول لها إنه عارفه جدا، وعارف كمان إنه كان رائد في مجال البرمجة، وإنه للأسف اختفى من سنين، وإنه هو أصلا اللي عمل شفرة السبات أو الخلود. فبتقول له إنه ممكن يوصلوا للمكان اللي فيه الشفرة ديت في خلال دقيقة واحدة. فبيقول لها إن سرعة العربية مش هتخليهم يوصلوا قبل ما دورة حياته تنتهي، عشان كده هم محتاجين عربية تانية. وفعلا إيف بتقف عند بنزينة، فبتقول للراجل إن عايزة تليفونه عشان تعمل مكالمة، وعشان يثق فيها بتاخد مجلة عليها صورتها وكانت محطوطة عنده، وبتقول إن لو اداها التليفون هياخد 10,000 دولار. وفعلا بتاخد منه التليفون، فبتكلم ساسي المساعد بتاعها وبتطلب منه إنه يجي على الشركة في خلال ربع ساعة، ولازم يجيب جهاز ليزر الجسيمات معاه. المهم بتدي إيف التليفون للراجل. في نفس الوقت بقى بيسرق أريس عربية الراجل دوت، فبتجري إيف عشان تركب العربية وبيسوق أريس بسرعة. في اللحظة دي بقى بتدور أتينا على مكانهم، فبتشوفهم في مكان البنزينة وبعدها بتروح لهم على هناك. فبيقول أريس لإيف إنه قرأ كل رسائلها مع أختها، وإنه قرأ كمان حاجات شخصية جدا عنها لما اخترقوا النظام بتاعها. فبتستغرب إيف وبتتفاجئ هو عارف الكلام ده كله منين. فبيقول لها إن اختراق خصوصيتها مش أسوأ حاجة خالص، مع إنه كان مأمور من جوليان إنه ينهي حياتها أصلا. وبيقول لها إن الرسائل بتاعتها اللي قرأها حسسته كده إنها عاوزة توصل للكمال في كل حاجة، عشان كده بيطلب منها ما تتخلاش أبدا عن حلمها. المهم من بعدها بيوصلوا لشركة إنكم، وبيوصل ساس في نفس التوقيت معاها، فبتعرفه بأريس وبتقول له إن ده يبقى إنسان آلي. فبيستغرب ساس جدا لأن حسه كأنه إنسان طبيعي، وبيكون فاضل 8 دقايق وبس وأريس هيختفي خالص من العالم الواقعي، وبالتالي هيرجع للنظام بتاع جوليان. بتبدأ إيف وقتها تدور على شفرة الخلود في مكتب الشركة، وبيحاول ساس إنه يساعدها في الموضوع. ساعتها أريس بيقول لها إن اللي بيخاطر دايما هو اللي بيفوز في الآخر. فبيلاحظ أريس إن أثينا وصلت ليهم، فبتحاول إيف إنها تنقله على نظام شبكتهم بدل الشبكة بتاعت جوليان، بس في نفس اللحظة بيكسر أريس الإزاز. فبيقرر إنه يواجه أثينا بنفسه قبل ما يختفي، لكنه بيقع على الأرض. وفي نفس الوقت بتدخل أثينا للمبنى عشان تاخد إيف، وبتحاول إيف كمان إنها تستخبى منها، فبيضربها سيس ولكن بتزقه على الأرض. وبتبدأ أثينا توجه الليزر في عين إيف عشان تنقلها لشبكة نظام جوليان. ساعتها إيف بتستسلم تماما، بس فجأة الدنيا بتمطر عليها، وده اللي بيأثر على أثينا، وبتنتهي دورة الحياة بتاعتها وبتختفي تماما. ساعتها بتقوم إيف وبتجري ناحية سيس، وبتقول له إنهم محتاجين ينجزوا قبل ما ترجع تاني. وبيرجع أريس للعالم الافتراضي من تاني، لكنه بيكون على الشبكة بتاعت نظام إيف. فبيبدأ الإعلام يتكلم عن الهجوم اللي حصل على شركة إنكم من شركة جوليان، وإن جوليان هو اللي متورط في الجريمة ديت. ساعتها جوليان بيجسد أثينا تاني في الواقع، وبيسألها عن شفرة الخلود، وبيسألها هي ليه هجمت مبنى شركة إنكم وهو أصلا ما طلبش منها دوت. فبتقول له إن هو اللي اداها الأمر. ساعتها بتخرج والدته وبتقعد تزعق، وبتقول له للمستثمرين لو اعترضوا هي اللي هتمسك الشركة مكانه، وإنها توقف مشروع الخلود اللي هو عاوز يعمله. فبتروح أثينا وقتها وبتضرب والدة جوليان، فبيتصدم جوليان وبتقول له أثينا إن هو اللي طلب منها إنها ترجع إيف بأي طريقة ومهما كانت، ولازم تقضي على أي عوائق في طريقها بخصوص المهمة ديت. المهم بتخرج أثينا والبرامج اللي معاها وبيثوروا على جوليان، فبيحاول جوليان إنه يتحكم في السيستم بتاع شبكته من تاني، فبيقعد يكتب أكواد برمجة بس ما بيعرفش يتحكم في النظام بتاعه. ساعتها بقى أريس بيكون في الشبكة القديمة بتاعت إيف وبيقابل اللي صنعها، فبيتكلم معاه، وبتحاول إيف في الوقت ده إنها توصل للكود الخلود. فبتحكي لأصحابها اللي شغالين معاها عن أريس وإنه أذكى آلة شافتها في حياتها، وبتقول لهم كمان إنها بعتته لنظام الشركة القديم عشان يدور على شفرة الخلود بنفسه، وإنهم لازم يرجعوه على الأرض من تاني، بس لازم يصلحوا جهاز الليزر عشان أثينا كسرته. في العالم الافتراضي بقى بيستغرب مؤسس شركة إنكم إن أريس تبع شركة تانية أصلا، فبيقول له إنه بيدور على شفرة الخلود، وإنه ما نفذش أوامر الصنع بتاعه وقدر يهرب منه. فبيقول له المؤسس إن كده هو برنامج محتاج لتعديل لأنه ما نفذش أوامر صاحبه. فبيقول له إن الموضوع مش متعلق بيه، وإن للأسف صديقته إيف في خطر وإنها محتاجة لمساعدته. طبعا المؤسس بيستغرب جدا من كلامه، فبترجع أثينا ليهم من تاني عشان شفرة الخلود، وبتدي إيف جهاز الليزر لأصحابها، وبتطلب منهم إنهم يحاولوا يدمروا شبكة نظام شركة جوليان.
وبتقول لهم انها تطلع تعطل اتنا شويه على ما هم يعملوا كده. بس وقتها بتحاول اتنا انها ترصد مكان ايف. بنرجع بقى للعالم الافتراضي من تاني، وبيتكلم اريس مع المصمم. فبيكتشف المصمم انهم بيحبوا نفس نوع الموسيقى. وفي الوقت ده بيقعد جوليان جنب والدته، فبيعيط وهي بتموت بسبب الضربه بتاعت اتنا. ساعتها بقى ايف بتخرج من المبنى، وبتظهر اتنا بالاله الضخمه بتاعتها، والشرطه بتكون في كل مكان. فبتجري ايف منها وبتحاول انها تضيع الوقت اللي باقي في دوره حياتها. فبتهاجم الصواريخ اتنا لكنها ما بتتاثرش بيها، وبتبعت اشاراتها في كل مكان عشان تدور على ايف. وقتها بقى بيحاولوا اصحاب ايف انهم يدمروا نظام جوليان، بس في نفس اللحظه بتحاوط اتنا ايف باشعاع الليزر. وللاسف ايف ما بتعرفش تخرج منه وبتكون شبه محاصره. بس بتبدا الاله بتاعت ايف انها تولع وقتها، وبيدي مؤسس شركه انكم شفره الخلود لاريس. فبيوقف اريس وبيستعد انه يخرج من الشبكه. فبتركب اتنا آلة جديده وبتتحرك ناحيه ايف، وبتقدر انها تكسر الاشعاع اللي حواليها وبتاخدها. بس في نفس اللحظه بيتجسد اريس وبيكون بني ادم حقيقي. فبيدور على ايف وبيوصل لها وبيحاول انه يموت اتنا. واخيرا بتتكسر الآلة بتاعتها. فبيروح اريس وقتها عشان يطمن على ايف اللي بتفرح جدا انه رجع تاني. فبيبدا يحكي لها وقتها عن كل اللي حصل معاه. بس اتنا بتكون لسه ما اختفتش وبتروح لهم من تاني. وبتعرف اتنا انه خلاص اتفعل شفره الخلود. فبتقول له انها هتخلص عليه، لكنه بيهجم عليها وبيحاول يموتها. فبتنتهي دوره حياه اتنا وفعلا بتختفي. وبينجح اصحاب ايف انهم يخترقوا نظام جوليان وبيقدروا يعطلوه. وبتروح الشرطه لجوليان وبتقدر تقبض عليه. ساعتها بقى بيتكلم اريس مع ايف وبيقول لها ان الشركه بتاعتها محتاجاها. وفعلا ايف بترجع للشركه وبتحقق انجازات كتير جدا. وبيجي لها رساله من اريس بيقول لها انه سافر ومستمتع برحلته في الحياه. وبتقرا ايف الجواب دوت وبتكون فرحانه جدا باللي حصل. وبيخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم بقى اعمل لي لايك للفيديو واشترك في القناه. وعلى فكره انا عملت قناه تانية وسميتها اوفر دوز افلام، وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو. خش بقى خد لك جوله فيها وما تنساش الاشتراك. مع السلامه.